السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات مريومة. اليوم راح نقدم لكم حساء الخضار الجد صحي ولذيذ. نعطيه لكم على طريقتي. واش نحتاج في هذا الحساء؟ نحتاج خضار متنوعة. دائما الخضار مثلا الكوسة او القرعة عندنا حبة فقط. الجزر نخدمو زوج حبات كبار او 3 حبات متوسطين. البطاطا ندو حبة كبيرة او زوج حبيبات صغار. حبة تاع البصل، وهنا مادام رانا في وقت بصله طويل الكراث ماذا بكم ديروه وتستفادوا منه. الفص تاع الثوم وحبه تاع طماطم. وهنا اللفت، انا اللفت ما يحبوش اولادي وما يحبوش الزوج تاعي، لذلك دائما في لي سوب نضيف هذيك الحبه تاع اللفت باش ما يحسوش به وياكلوه بدون مشاكل. وكذلك عندي قزبر وعندي اوراق كذلك الكرافس اللي جد مفيد لصحتنا، لازم تعرفوه انه عنده فوائد عظيمه. الكرافس تناولوه انتم واولادكم، ضيفوه دائما في لي سوب وفي مثلا الشوربه، وفي الاخير يعني نحوه يكون تلقى لكم الفيتامينات تاعو في هذاك البويون. تنحوه ما تميكسوش باش ما يخضر لكمش لاصوب تاعكم اذا ما كنتوش تحبوه. المهم دائما ضيفوه، خاصة أصحاب السكر وأصحاب ضغط الدم، مفيد جدا لكم. عفوا الكرافس. لكن المرأة المرضعة ننصحك ما تكثريش منه لأنه ينقص الحليب. المرأة المرضعة ما تاكلش الكرافس بكثرة، تنقص الكرافس لأنه ينقص كمية الحليب. المهم نحتاج كذلك قطعة تاع الشاف او جبن طري او مثلثات. في الاخير لما يطيب لي الخضار تاعي راح نضيف هذيك القطعه ونميكسي الخليط. هذا الخليط كما راكم تشوفوا فيه التشكيله من الخضار. مش حنضيف اللحوم، تقدروا تضيفوا لكن انا نفضل اليوم نديره لكم صحي. راح نقسم كامل الخضار تاعي مربعات لانه لي سوب انا دائما نطيبها بارد في بارد، ما نقليهاش. اذا حبيتوا تقلوا كما تحبوا، انا ما نقليهاش، نحط كلش بارد في بارد. الآن حنضيف الملح، الكركم والزنجبيل فقط. تقدروا تضيفوا التوابل اللي تحبوها. أنا نحب الكركم فيه فوائد صحية، الزنجبيل فيه فوائد صحية، والملح لازم. ونضيف كذلك الزيت حوالي 3 ملاعق. كما راكم تشوفوا الخضر تاعي كامل قطعتها. الكرافس قطعت الجذور فقط، الاغصان والاوراق خليتها باش نحيها في الاخير. كما راكم تشوفوا كامل الخضر قطعناهم هكذا. راح نحطهم فوق النار وفي نفس الوقت نمرق. الماء دائما ما تكثروش كميه كبيره بزاف، قيس ما تحتاجوا لانه الخضر راهي مقطعه وما كاش لحوم. راح طيب لنا الخضر تاعنا حوالي ربع ساعه 20 دقيقه تكون طابت لنا. دائما حاولوا ما تكثروش الماء بزاف، قيس ما تحتاجوه فقط. راح نمرق ونرجع لكم بعد ما طيب لي الخضر. الخضر تاعي راهي واجده. واش راح ندير؟ راح نحي هذو الاوراق او الاغصان باش ما يزيدوش يخضروها لي اكثر تاع الكرافس، وراح نميكسي الخليط جيدا ونضيف الجبن، قطعه الجبن هكذا. ميكسيت كامل الخليط كما راكم تشوفوا. هذا هو. هنا اللي تحبوا يختار الزيت خليه، واللي تحب هكذا يكون، خاصة إذا كان إنسان مريض أو عملية هكذا يحتاجوا. كما راكم تشوفوا هذه الأغصان تاع الكرافس اللي خليتها وتاع القزبر. إذا ما حبيتوهاش تقدروا في الأول ما تقطعوش كامل، لكنه يجي بزاف بنين هذا الحساء في غاية الروعة. راح نقدم لكم واجد. هذا لاصوب تاعنا وجدت، راح نقدمها لكم باش تشوفوا كيفاش جات. بسم الله هكذا. إذا حبيتوها خاطرة خلوها تعقد، إذا حبيتوها جارية فيها البيول طفوا عليها مقبل. أنا نحبها هكذا ونقدمها مع المخللات. دائما لي سوب الشوربة نقدموها مع المخللات. نتمنى تكون عجبتكم لاصوب تاعنا، غنية وجد مفيدة للكبار للصغار. ويعني خطوة بسيطة، تقطعوا الخضار تحطوها في بارد ترموها ثم تميكسوا الخليط وتحصلوا على أجمل حساء بدون لحوم وغير مكلف، وفيه جميع الخضر اللي نحتاجها للجسم تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. ما عليا غير نخليكم ونقول لكم ما تنساوش جيم لا فيديو وان تشتركوا في قناتي ليصلكم جديدي. الى اللقاء.